عليك يا دكتور، اقعد في المراجعه ولا انزل السنتر؟ يعني اخد اونلاين ولا خليني سناتر زي ما انا؟ سؤال يعني مفيش حد دخل ثانويه عامه الا ما جه في باله بقى انا خلاص بقى خلصنا دخلنا على المراجعه عايزين بقى نقعد ونلم. طيب انت تنصحينا بايه في حالتين؟ الحاله الاولانيه انا هقول لكم يعني انا انصح بايه وهقول لكم انا عملت ايه. الحاله الاولانيه انه يكون انت بتنزل عند ناس مدرسين فعلا بيقولوا يعني افكار حلوه للمراجعه، المراجعه تستاهل انك تنزل لها بمعنى اصح. يعني انا لو قعدت هخسر. ده في الحاله دي انا اقول لك اوعى تقعد من الدروس العظيمه دي، لان انت لما تقعد هيبدا في معلومات تتقال فانت مش هتستفيد. يعني انت اولا غيرت نظامك خالص، ثانيا ما جاش عليك بفايده، يعني يا ريته جه لا ده ضرك كمان. فدي اول حاله اوعى تقعد فيها من الدروس. طب تاني حاجه، ما اقعدش امتى؟ لو انت يعني ما بتعرفش تعمل كنترول على نفسك. في ناس كتيره يعني لما بتقعد وتحس بقى ان مفيش حد وراها، مفيش يلا ذاكر، مفيش يلا واجبات وكده، تحس ان الدنيا حلوه خالص واحنا مش هنذاكر وطب النهارده عدى يبقى بكره. لا طبعا احنا قاعدين عشان نلم اصلا، فانت حضرتك بتبوظ الدنيا. فانت لو في الحالتين دول انت من الناس اللي هي ما بتعرفش تعمل كنترول على نفسها، لازم حد يظبطها، ما تقعدش. مدرسينك بيقولوا حاجات حلوه وما يعني ما تستاهلش انك تسيبهم عشانها. يعني انا قصدي يعني ايه مش يعني انا قصدي ايه، انت لو قعدت هتخسر. يعني الحاجات دي فعلا المعلومات دي انت يعني هيسستموا لك دماغك ويلموا لك الماده، فلا ما تقعدش. طيب اقعد امتى؟ لو عكس ده، يعني انت لو انت بتعرف تتعامل مع الاونلاين، بتعرف تلمها اكتر مع الاونلاين، الدروس بتضيع لك وقتك وانت مش بتستفيد، وفي الناحيه التانية انت بتعوض اللي هما بيعملوه ده يوتيوب او اونلاين، خلاص تمام انت اقعد. فهو الاوبشن مش ايه ان هو حلو ولا وحش، هو ممكن يبقى حلو وممكن يبقى وحش على حسب الكونديشنز، على حسب انت، على حسب المدرس. لو انت مثلا في مكان بعيد والدرس بعيد عليك خالص وهو بيقول حاجات مهمه، لو انت مالي ايدك من صاحبك او انت مالي ايدك من صاحبتك ان هم يسجلوا او يعملوا ريكورد بالحاجات دي والمدرس سمح بكده، اوكي تمام اقعد وبشر بقى شغلك من على اليوتيوب وخد بقى الحاجات او الريكوردات دي اللي هتنزل عشان ايه تو سيف تايم، بس مش اكتر. طيب لو قعدنا يعني اونلاين نعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا عملت. انا عملت ايه؟ انا كان في سناتر كنت بستفيد من المدرسين وما كانتش بعيد عليا بصراحه، فانا استخسرت اقعد، لان لو قعدت ما كنتش عملت الشغل اللي هم عملوه. يعني ده ملخصه. انا المدرس بتاعي بيشتغل كويس جدا وبيجيب افكار وبيعمل، يعني هو بصراحه كان بيشتغل لنا كاننا ولاده، كان بيجي على صحته قوي، كان بيصعب عليا والله. فده اسيبه ازاي ده؟ وعمال يدينا في تريكات وعمال يدينا في امتحانات ويصحح لنا وانا بساله، فاكيد ما كنتش ينفع اقعد. بس مع ذلك عملت انا الباث واي بتاعي اونلاين. يعني انا كنت شغاله تمام العربي ده كنت شغاله مع المستر في السنتر، انا براجع انا الديفكتس بتاعتي انا، ودي مهمه جدا ونوهتها في الفيديو بتاع المراجعه. انت تقعد تعالج الديفكتس. انت عندك ديفكتس في حاجه معينه، المدرس عمره ما هيجي يعالجها لك لان زميلك اللي قاعد جنبك ده مش عنده ديفكت، فهو بقى مش هيمسك واحد واحد تعالى انت عندك ديفكت في ايه، انت تعالج نفسك. انت تمام هتقعد مع المدرس تمام، بس انت ليك مجهودك الخاص ان انت تعلي مستواك في نقط ضعفك وتعالجها، بحيث ميبقاش اي بقعه مظلمه خالص. تمام. انا عملت ايه؟ في حاجات نزلتها سناتر، في حاجات بشرتها يعني كومبليتلي اونلاين. في حاجات بقى كانت بين البنين زي العربي مثلا انا بنزل وبعمل الاثنين. طيب هتعمل ايه؟ انت خلاص مثلا قررت انك هتاخد اغلب المواد اونلاين، هتعمل ايه؟ تحط جدول. اوعى حسك عينك تبدا في حاجه الا ما تحط جدول. انت مش هتبدا، يعني انت لو ما بداتش بجدول يبقى كده اكنك ما بداتش. لازم جدول، لازم تنظيم، لازم كل حاجه محسوبه بالشعر. انت جاي في اخر 4 شهور، فمفيش مهيصه، مفيش دلع خالص، مفيش اي تضييع لاي وقت. انت في مرحله كل دقيقه حرفيا بتفرق، واللي ما اجتهدش في الاول وجه يشد دلوقتي هيسبقك. خدوها قاعده والله، مش هو والله عمل في الاول وخلاص بقى يعني كده انا مش هسبق، لا انت تقدر تسبق بس لو اجتهدت واشتغلت الفتره دي صح. ده اعمل جدول، ابدا شوف مين المدرسين اللي هتشتغل معاهم. يعني انا بستعجب ناس قعدت هبدا اونلاين، طب انا مش عارف مدرسين اونلاين، انت قاعد ليه؟ يعني ماشي انت مش عارف مدرسين اونلاين، هتعمل ايه بقى؟ هتقعد لسه تدور؟ اوعى تدور او اوعى تقعد من المدرسين اللي انت شغال معاهم الا لما تكون مجهز نفسك، مجهز منصاتك، مجهز قنوات اليوتيوب اللي تتابعها، مجهز ايفن قنوات الحل. لان حضرتك هتقعد ولو مثلا المدرس المساعدين بتاعه بيتاخروا في الرد اصلا ما فيش، انت هتشتغل يوتيوب بس. ان في حاجات والله كنت بشتغل يوتيوب بس، فكنت بشوف قنوات الحل بقى تجاوبي على الحاجات دي. وحاجه بس
ما تسيبش سؤال الا لما تعرف حله، دي قاعده. اتشقلب ماليش دعوه، لازم تعرف حل سؤال، ما تمهيصش، لانه هتتفاجئ بيه الفكره في ورقه الاسئله. والله العظيم انا جربتها كتير قوي. السؤال اللي مش هتدور عليه هتفاجئ بيه، وساعتها يعني هتبقى عايز تجيب كل الجزم اللي في اللجنه وتضرب نفسك بيها. فارجوكوا موضوع الاسئله ده مهم. السؤال اللي ما تعرفوش لف ودور حوالين نفسك لحد ما تعرف الفكره وتسجلها عندك. الحل مهم، الحل مهم. طيب انا مثلا بتواجهني مشكله ان انا اجي خلاص بقى انا قلت اونلاين وكده وعملت جدول، بكسل، بنام، بفوت، انا مش متعود مثلا على اونلاين. طيب انا حطيت خطه وهلم وكده، ما بعرفش الم، الوقت بيجري. ساعتها تشوف بقى ايه اللي حصل، هل مثلا انا بضيع وقتي؟ طب هل انا بطيء في الاونلاين، ما بعرفش اتعامل، بعد الفيديو مره واثنين وثلاثه؟ لو لقيت نفسك مش عارف تتعامل مع الوضع، ارجع زي ما كنت. الفترة دي مش عايزة اي خلل خالص، الفترة دي عايزة تتعامل معاها بحرص. طيب انه احسن اونلاين ولا سناتر؟ طبعا اونلاين، لما السناتر تخلو من الحاجات التركات اللي انا قلت عليها. يعني دي الحالة الوحيدة ان الاونلاين يبقى فيها جامد، وهو فعلا الاونلاين جامد لحد يعني دماغه مصحصحة كده ويعرف يعمل كنترول على نفسه. وايفن انت لو هتشتغل سناتر، ما يعني ما يمنعش انك تبص على المراجعات اللي بتنزل اليوتيوب، لان المدرسين بصراحة بيعملين شغل جامد جدا، والطلبة على مستوى الجمهورية بتشوفه. فلو معلومة اتقالت وانت ما شفتهاش، يعني مش عارفة هيبقى منظرك عامل ايه بصراحة. بس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. لو عندكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتس.